اهلا بيكم. النهارده هنشرح اول فيديو من كورس الافتر افكت. بعد ما بنعمل سيت اب الافتر افكت ونيجي نفتح البرنامج بيظهر لنا اول شاشه دي شاشه ترحيب. شاشه الترحيب دي لو احنا حابين ان هي ما تطلعلناش كل مره بنيجي نشيل التشيك دي من هنا وبندوس كلوز. عندنا هنا مجموعه قوائم في الافتر افكت، منها قائمه بروجكت. البروجكت دي اللي انا بقدر استضيف فيها اي فايل بره البرنامج ادخله جوه البرنامج عشان اشتغل عليه، سواء فيديو سواء صوره سواء صوت. عندنا هنا القائمه الثانيه السكرين بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها، الكومبوزيشن. عندنا هنا الانفو، عندنا هنا الاوديو هنا عشان نعرف ليفل الصوت عالي، الصوت واطي، الصوت كويس. ودي هنا قائمه بريفيو ونقدر نعمل ريندر بريفيو من خلالها او نتفرج على الفيديو من خلالها. عندنا هنا الافكتس والبلجن. الافكتس والبلجن ده هنشرحها باستفاضه طبعا في الفيديوهات اللي جايه. وعندنا هنا التايم لاين هنا اللي احنا الليارات اللي احنا بنقدر نشتغل عليها في البرنامج نفسه، سواء بقى فيديو سواء صور او فايلات بي اس دي زي ما احنا شايفين فوتوشوب، او صوت او اي حاجه نقدر ندخلها عن طريق البرنامج من صور وفيديوهات وصوت. وده المؤشر بتاع التايم لاين بتاعنا. عندنا هنا بقى الورك سبيس دي اول ما بتفتح البرنامج بتبقى ستاندر. احنا دلوقتي الستاندر ده نقدر نخليه شكل القوائم دي تبقى مثلا بتاخد شكل التكست. بتجيلك قائمه تكست هنا على الجنب، تقدر تستخدم اي حاجه في التكست من خلال القائمه ديت، سواء الفونت سواء السايز، سواء عايز تجيب الفونت يمين تجيبه شمال، تيجي خليه في الوسط زي ما انت حابب. طيب هنا هنرجع للستاندر. في ناس اول ما بتيجي تشتغل على الافتر افكت ممكن تغلط وما تقفلش الافتر افكت مثلا من فوق هنا، لا ممكن تقفل القائمه دي كده وتفتكر ان هو كده هيتقفل. لا ده ما كده ما اتقفلش، هو كده انت يعني شلت القائمه من القوائم اللي موجوده. طيب احنا عايزين نرجع القائمه دي، هنرجعها ازاي؟ اوكي، بنيجي هنا عند ستاندر، هنا دوسنا ستاندر، دوسنا تكست، هيرجع للتكست. اوكي مفيش اي مشكله. بس لو جينا نرجع للستاندر تاني زي ما هي، حتى لو احنا قفلنا الافتر افكت وجينا فتحناه تاني هنلاقيها موجوده زي ما هي. طيب هنعمل ايه؟ هنروح جايين فاتحين هنا وعاملين ريست ستاندر. يس، بترجع القوائم كلها زي ما هي. طيب احنا هنقفل كل قوائم تاني بحيث ان احنا نراجعها مره تانية. هنقفل بروجكت وهنقفل هنا الكومبوزيشن والانفو والاوديو والافكتس والبريفيو. اوكي بقت فاضيه، عايزين نرجع الكلام ده كله تاني. نروح جايين ريست ستاندر. يس، بترجع كل حاجه زي ما هي. لو احنا حابين نغير في شكل القوائم نفسه ممكن اجيب بروجكت دي مثلا اخليها هنا على اليمين واخلي الشاشه على الشمال. ممكن اخلي الافكتس دي هنا تحت، ممكن اخلي البريفيو على الشمال زي ما انا حابب، او بستريح في الشغل في ايه اقدر اعمله. انا عايز كل مره لما اجي افتح الافتر افكت يفتح لي بالشكل ده. طيب هسجل الشكل دوت ازاي؟ هنيجي هنا نفتح السهم اللي هو اللي جنب الستاندر ونفتح نيو ورك سبيس ونكتب اي اسم مثلا. اوكي خلاص انا كده سيفته باسم معين. اوكي الاسم ده كل مره لما اجي افتح الافتر افكت هلاقيه موجود هنا عندي في القائمه. اوكي اقدر ساعتها اشتغل عليه. طيب عايز ارجع للشكل الستاندر تاني، هدوس ستاندر. اوكي واعمل ريست ستاندر. يس، هيرجع لي شكل البرنامج زي ما فتحناه من الاول خالص. يبقى النهارده اتعرفنا على القوائم اللي موجوده في الافتر افكت، سواء البروجكت، الكومبوزيشن، الانفو، الاوديو، بريفيو، التايم لاين والافكتس. تابعونا في الفيديوهات اللي جايه هنشرح كل قائمه بالتفصيل. سلام. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.